بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والمجد والثناء المنزه عن الأنداد والشركاء، وله الحمد والذروات الثرى ونجوم السماء. وصلى الله وسلم على نبيه محمد المصطفى وعميله على وحي السماء الذي أرسله الله تعالى رحمة لكافة الخلق والبراء، وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى. وبعد، قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبما نؤمن أن لصحيح البخاري مزية طائفة بأنه أجل كتب الإسلام بعد كتاب الله إسلافا، لذلك كان مشروعه بين المسلمين من أعظم المهمات وأكملها. وبالسند المتصل من هذا الشيخ الجليل سيدنا ومولانا وسندنا شيخ التفسير والحديث مولانا المفتي عبد الرحمن سهدر أدام الله قيودهم ودامت بركاتهم العالية. وهذا الشيخ يروي عن المحدث الكبير مولانا الشيخ عبد الكريم نور الله مرقدا، وهو يروي عن القاضي شمس الدين، وهو يروي عن إمام الأصل بعد العلوم والفنون مولانا السيد محمد أنور شاع التشبيهي الجوبندي، وهو يروي عن شيخ الهند الحكر الجليل مولانا محمود الحسن الجوبندي، وهو يروي عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتوي، وكذلك يروي عن الشيخ فقيه النفس مولانا رشيد أحمد الكنكوني، وهو يروي عن الشيخ عبد الغني المجددي، عن الصدر الأجل الأكمل الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، عن الشيخ الأجل الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن مرجع الأسانيد في الهند الشيخ ولي الله الدهلوي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن أبي يحيى الأنصاري قال: فرحت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب عن حسين المبارك الزبيدي عن الشيخ الحلبي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن المظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن محمد بن يوسف البربري عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله تعالى بعلومه. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال المجاهدون: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر يقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا أحمد بن أشقى قال: حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان